السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي في القناة ديالي. الا كنتو اول مرة كتشاهدوا القناة، اشتركوا في القناة بالضغط على كلمة اشتراك تحت الفيديو وفعلوا زر الجرس. وصفة اليوم هي العسل المغربي المنزلي. هذا العسل هذا كنحتاجو فيه 4 ديال المكونات. اول مكون هو سنيدة، عندي هنا كيلو ديال سنيدة. والمكون التالي هو حامضة تكون مقطعة دوائر على هذا الشكل. والمكون الثالث هو القرفة. بالنسبه للقرفه البنات انا ما كنديرش عويدات، كندير معلقه ديال القرفه تكون صغيره، معلقه صغيره كنأكد، وكنكب عليها الماء طايب وكنخلطها. كيف قلت لكم بالنسبه للقرفه كندير معلقه صغيره ديال القرفه وكنخلطها مع الماء طايب، كاس ديال الماء طايب، وكنديرها كتغلى في واحد الكاسرونه حتى كتغلى مزيان، كتمتزج ديك القرفه مع الماء. ومن بعد كنحيدها من فوق البوطه وكنصفيها. كندير في الاول كاس، من بعد فاش كتغلى كتولي عندي نصف كاس. والمكون الاخير اللي هو الماء. وبالنسبه للقياس ديال الماء غادي نعبرو نفس القياس اللي عندي في السنيده، نفس القياس اللي غادي ندير ديال الماء. يعني غنشد هذا الكيلو هذا غنعبروه في واحد الاناء، ونفس داك القياس ديال سنيده اللي عطاني في داك الاناء هو القياس اللي غادي ندير ديال الماء في هذا الكيلو ديال سنيده. دابا غادي نبدا ندير هاد المكونات مع بعضياتهم. اول حاجه اللي هي كيلو ديال سنيده غنديرو في الكوكوط. وعندي هنا حامضه مقطعه دوائر. وعندي هنا نص كاس ديال القرفه اللي كنت ديجا صفيتها. وبقى ليا المكون الاخير اللي هو الماء. اخر مكون بقى ليا اللي هو الماء اللي كنكون ديجا عبرته. كندير نفس القياس ديال سنيده. صافي كنحرك هاد المكونات مع بعضياتهم وكنسد عليهم الكوكوط. وكنديرهم فوق نار مهيله لمده 2 ديال السوايع. نار تكون مهيله بزاف. كنخليهم يطيبوا، ما كنساش الصفاره، كنخلي هاد المكونات يطيبوا. وهذا هو الشكل النهائي او النتيجه النهائيه ديال العسل اللي طيبت. كنحصل على عسل بهذا اللون هذا. شفتوا البنات اللون ديالو راه كيتحمر راسو غير مع العافيه كيتحمر. وشوفوا كيفاش جا خاطر، خصو يكون بحال هكذا. بالنسبه للمده ديال الطهي ديالو هي 2 ديال السوايع على نار مهيله بزاف. امتى غادي تعرفوا العسل طاب؟ ملي كيوليو دوك الدوائر ديال الحامض لونهم بحال هكذا كيوليو كحلين. الا بقاو غير صفرين راه العسل مازال ما طايبش، كيكون جاري. حتى كيولي لونهم بحال هكذا كحل، ديك الساعه عرفوا بان العسل راه واجد ولا خاتر ومبقاش جاري. اذا كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، وصفه العسل المنزلي. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسونيش بالاشتراكات ديالكم، اشتركوا في القناه.